السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا مع حضراتكم هننفذ موديل جديد. وقبل ما نبدأ نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بسم الله ما شاء الله، موديل جميل جدا وشيك جدا. مش محتاج نتكلم عنه كتير، مش مكلف خالص. اللهم بارك. ان شاء الله بإذن الله هننفذ الموديل ده مع بعض النهارده. هو يا بنات من 1 سنتي، فجميل جدا ومش مكلف خالص. طبعا انا عملته بكذا لون. شكله اللهم بارك جميل جدا جدا جدا. وكيوت خالص وجديد. فان شاء الله باذن الله هننفذه مع بعض النهارده. هناخد المقاسات مع بعض باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. هنحتاج يا بنات 3 قطع. 3 قطع طول 14 سنتي. 3 قطع طول 14 سنتي. و3 قطع طول 13 سنتي. و3 قطع طول 10 سنتي. تمام يا بنات. و3 قطع وقطعة واحدة 6 سنتي. تمام. قطعة واحدة 6 سنتي. يبقى هنعوزهم 3 قطع مقاس 14، و3 قطع مقاس 13، و3 قطع 10 سنتي، وقطعة واحدة 6 سنتي. تمام. هنحتاج قطعة جوخ 2.5، القطر بتاعها عرض 2.5 أو 3 سنتي زي ما تيجي معاكي. تمام. وهنحتاج كليبس 4 سنتي. تمام يا بنات، 4 سنتي. وهنحتاج الولاعة والمقص بتوعنا. تمام. والإبرة والخيط. طبعا أنا كنت مشيطة الستان وعملت كارت، عملت كليبس، وهعمل التاني معاكم إن شاء الله بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كده بسرعة. هناخد ال3 مقاسات. هناخد أول مقاس 3 شرايط. تمام. بالطريقة دي يا بنات هنحدد المنتصف. تمام. حددنا المنتصف بالطريقة دي. ماشي يا بنات، عادي خالص. هنجيب الإبرة نخليها في النص. تمام يا بنات. بالطريقة دي بقى معانا ال3 قطع بتوعنا على الإبرة. تمام. هنخلي القطعة اللي تحت بالعرض والقطعتين اللي فوق اكس زي ما واضح معاكم كده في الصورة. تمام. هنرجع نمسك الستان هنا عشان ما يتحركش معانا من على الإبرة. تمام. هنجيب الطرف ده كده، هنجسه على الإبرة بالطريقة دي كده يا بنات. تمام. بتمنى يكون واضح معاكم. هنبتدي نقلب الستان بالطريقة دي. تمام. هتكون شبيهة لورقة الشجر بالطريقة دي يا بنات. تمام. نبتدي نعمل التانية زيها بالطريقة دي يا بنات كده. تمام. هنعمل كل القطع بنفس الطريقة. ناخد بالنا يا بنات عشان ممكن الإبرة تنزل لتحت. تمام. بالطريقة دي يا بنات. موديل سهل وبسيط خالص ومش مكلف خالص خالص. تمام. بالطريقة دي بتمنى يكون واضح معاكم. تمام. هنبتدي نسحب الإبرة بتاعتنا ونسحب الخيط. تمام. نبتدي نتأكد ان احنا قفلنا على كل الأطراف بتاعة الستان. بالطريقة دي يا بنات. تمام. بتمنى يكون واضح معاكم. كان في بنوتة بتقولي ان
ان التصوير مش واضح بتمنى يكون واضح كده معاكم، ولو في اي حاجة بتمنى ان انتوا تقولوا لي في التعليقات. وشكرا ليكم جدا بجد على تعليقاتكم ودعمكم ليا. كده يا بنات نكون عملنا اول وردة معانا. تمام، نبتدي نعمل الشكل التاني. تمام، برضو هنجيب الثلاث قطع نفس المقاس. تمام يا بنات، نبتدي نحدد المنتصف بالطريقة دي. تمام يا بنات، ونثبت الإبرة تكون في منتصف عرض الستان وطول الستان، يكون المنتصف للعرض وللطول يا بنات في نفس الوقت. تمام، طبعا اللي تحت بتكون ثابتة بالعرض، والاتنين التانيين بناخدهم اكس. تمام يا بنات، بنرجع نثبت معانا الستان معانا على الابرة بالطريقة دي. تمام، طبعا بنجيبها عدلة كده نشوف المقاس بتاعها. تمام، نعرف احنا هنحطها في مين، جالبينها على الجزء التاني. تمام يا بنات، بالطريقة دي. هتحسي في الاول مثلا ان هي ايه، جامده معاكي او كده، او مش مستريحه، بس هتفكيها شويه كده عن بعضها الطرفين هتلاقيها ظبطت معاكي بالطريقه دي. تمام يا بنات، اول ما ايدك هتاخد عليها هتلاقيها سهله وجميله جدا ومش مكلفه خالص يا بنات. كتير بيبقى عندنا الواحد سنتي مركون ومش بنلاقي له افكار. شايفين؟ بصوا يا بنات، اللي يشوفها يقول هنا مش مظبوطه، لا نحاول اهي. تمام، بس اهي ظبطت معانا على طول. تمام يا بنات، بالطريقه دي هنلاقيها ظبطت معانا على طول اهي. بتمنى يكون التصوير واضح معاكم. اهم حاجه يا بنات واحنا بنثبت بالخيط نتاكد ان كل القطع ثابته كويس معانا. تمام، بالطريقه دي. ونيجي في الظهر هنثبتها في غرزه عشان نقص الخيط. تمام، وكده نكون عملنا المقاس التاني من الستان، ونيجي للمقاس التالت. تمام يا بنات، برضو بنفس الطريقة نحاول نظبط المقاس بتاعهم والثلاث قطع يكونوا بنفس المقاس يا بنات. تمام، بالطريقة دي. تمام، برضو والإبرة تكون في المنتصف العرض ومنتصف الطول يا بنات، منتصف العرض ومنتصف الطول يا بنات. بتمنى يكون واضح معاكم كل الخطوات في الفيديو. تمام، قلنا اللي تحت بتكون بالعرض واللي فوق بيكونوا زي مثلث كده يا بنات. تمام، بالطريقه دي نبتدي نثبت الستان من جنب الابره بالظبط عشان الابره ما تنزلش معانا لتحت. تمام، واول قطعه ونعملها كده برضو يا بنات. هنا شكة الابره نخلي بالنا ان هي تكون برضو في المنتصف. تمام، نخلي بالنا يا بنات ان يكون شغلنا كله في المنتصف. وناخد بالنا برضو واحنا شغالين يا بنات
ان احنا شغالين على نفس الجنب يا بنات، مش نشتغل على جنب التاني. تمام، يعني احنا شغالين على الجنب ده، ما نجيش نشتغل واحدة على الجنب ده وواحدة على الجنب التاني، لا، نفضل ماشيين على نفس الجنب اللي احنا شغالين عليه. تمام، بالطريقة دي كده. طبعا مش عارفة ايه اللي حصل بس هنفكها تاني. تمام، ادي الطول بتاعها هنا يا بنات، وهنرجعها بالطريقة دي اهي، ظبطت معانا يا بنات. تمام، بالطريقة دي هنبتدي نثبت بالخيط. اتأكد كويس جدا يا بنات اللي احنا مثبتين الاطراف بتاعة الستان كويس كلها، يعني اتأكد ان احنا مثبتين اطراف الستان كلها، مش نثبت طرف واحد، لا، نشتغل على كل الاطراف بتاعة الوردة بالطريقة دي. تمام يا بنات، وبكده نكون خلصنا الثلاث وردات. تمام، هنبتدي نجيب القطعة اللي هي 6 سنتي ونحط عليها جزء شمع ونعملها زي دايرة صغيرة. تمام، بالطريقة دي يا بنات. طبعا يا بنات كده نكون عملنا الدايرة دي بنقطة شمع. تمام، هنبتدي نجمع طبقات الوردة بتاعتنا يا بنات. تمام، بالطريقة دي. طبعا ناخد بالنا ان نوزع بتلات الوردة في الجزء العكسي. بتمنى يكون الشكل واضح معاكم. تمام، يعني بين كل 2 و2 يكون في واحدة تحت كده بالطريقة دي. تمام، ونضغط عليها كويس، نتأكد ان هي لزقت كويس في الشمع. تمام، برضو والتانية نفس الطريقة، ان احنا برضو نتأكد ان هي بين كل واحدة وواحدة تحت في واحدة فوق. تمام، بالطريقة دي يا بنات. تمام، بتمنى يكون واضح معاكم الفكرة. تمام يا بنات، وهنحط نقطة الشمع هنا برضو كويسة. تمام، وهنلزق فيها الجزء ده. تمام، بالطريقة دي. وبكده نكون خلصنا الوردة بتاعتنا. تمام، طبعا هنبتدي هنجيب قطعة الجوخ ونسيب جزء هنا وجزء هنا، نقصها بالطريقة دي. تمام، ونبتدي نركب الكليبس بالطريقة دي. تمام، كده يكون الكليبس ركب معانا، ونبتدي نثبت الكليبس في قطعة الجوخ. تمام يا بنات، هنبتدي نحط كمية شمع مناسبة. هنقلب الوردة. تمام، ونبتدي يعني
نلزقها بالطريقة دي. تمام. ويا ريت نخلي ايه قصاد زي ما انتوا واخدين بالكم كده ان انا مخليه الايه قصاد في نهايه الكليبس هنا وهنا في جزء من الفيون. تمام. بحيث انه ايه بحيث ان الكليبس ما يكونش باين من الورده. تمام يا بنات، اتمنى تكونوا الموديل واضح معاكم. طبعا بسم الله ما شاء الله شكله جميل وكيوت خالص، اللهم بارك. مش محتاج ان نتكلم عنه كتير، اللهم بارك، جميل جدا وشيك. طبعا انا عملته بكذا لون، وان شاء الله باذن الله هننفذه باقي الموديلات لانه عاجبني جدا جدا. وبتمنى تسيبوا لي رايكم في الكومنتات والتعليقات. وشكرا على دعمكم يا بنات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.